السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم وصفة حلوة جدا جدا، وصفة سهلة وسريعة، بس دي مش اكل، وصفة للتنظيف. لو حضرتك بقى عندك قشر ليمون، قشر برتقان، قشر استفندي، ليمون قديم بايظ، اوعي ترميه ولا تعملي فيه اي حاجة. في كيس وحطيه في قلب الفريزر. ليه؟ جمعي الكمية كلها اللي تقدري عليها، وتعالى اقول لك وصفة حلوة جدا جدا بجد يا جماعة. اختراع. هنعمل مع بعض النهارده عجينة الليمون. طريقة سهلة وبسيطة جدا. انا حوشت كده قشر البرتقال على قشر الليمون، على الليمون البايظ اللي عندي، وببدا ان انا احطهم في كيس واعينهم في الفريزر. ليه يا هدى؟ هتعملي بيهم ايه؟ هنعمل بيهم دلوقتي عجينه الليمون. عجينه حلوه جدا جدا. هنستخدمها في ايه؟ شوفوا الفيديو احنا هنعرف. دلوقتي هجيب حله واحط عندي قشر الليمون اللي انا مطلعاه من الفريزر. نحطه في الفريزر يا جماعه عشان ما يبص معانا، ونقدر ان احنا نجمع كميه كبيره. وابدا ان انا احط عليه ميه كده بالشكل دوت، واحطه على البوتاجاز يستوي براحته. اول حاجه كده هسيبه اول غلوه على البوتاجاز لما يغلي معايا على نار عاليه. تمام. وبعد كده نغطي عليه ونسيبه. اول ما بيغلي هوريكم هنعمل ايه فيه ايه تاني. بصوا، اول ما غلى اول غلوه معايا كده ابدا احط له معلقه ملح ليمون. وانا قبل كده كنت شرحت لكم ازاي نعمل ملح الليمون في فيديو غير دوت. تمام. هحط معلقه ملح الليمون واغطي عليه. وطي عليه النار وسيبيها معاه براحته لما يستووا في قلب بعضهم. لو لقيتيه محتاج ان هو يتحط له شويه ميه تاني او الميه نشفت من عليه، زودي له ميه يا ست الكل، مفيش اي مشكله. دلوقتي هبدا ان انا ازود له ميه. دلوقتي بعد ما غلي معايا واستوى حلو قوي كده، على فكره يا جماعه انا زودت له شويه ميه برده. بصوا القوام بتاعه بقى لزج، تحس ان القوام بتاعه بقى لزج وسبك. تسيبي الحاجات دي تغلي كده في قلب بعضها لغايه بصي ما تلاقيها تحس انها طرت. بعد كده ابدا اجيب بقى الكبه بتاعتي، الخلاط، الهاند بلندر اللي متوفر عندك يا ست الكل استخدميه. نبدا ايه؟ نضرب الحاجات دي كلها ببعضها. تمام تمام. حلو الكلام، كلام جميل، سهله وبسيطه، سهله وبسيطه. متنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد كتير، كل جديد. هنا بقى في المرحله دي ببدا احط معلقه ملح ليمون تاني. معلقه ملح الليمون مش بحطها على الكميه دي، معلقه ملح الليمون بحطها على الكميه كلها. بس انا حطيتها هنا وانا بضرب، وبعد كده ايه احنا هنخلط كل المكونات في بعضها. مفيش اي مشكله. يعني انا حطيت معلقتين ملح ليمون، معلقه وهو بيتسلق ومعلقه وهو بيتضرب في الكبه. تمام تمام. هبدا ان انا اضربه كده في قلب بعضه لغايه ما يبقى معايا زي البطاطس البوريه. تمام تمام. عجينه حلوه جدا، ريحتها تحفه. انا مش قادره اقول لكم وهو بيستوي ريحته عامله ازاي. برضو انا ما قلتلكوش احنا هنستخدمه في ايه. تابعوا معايا الفيديو وهتروحوا في اي حته، وخطوه خطوه معايا. تمام تمام. بصوا يا جماعه بقى قوامها بقى عامل ازاي. بصي بقت عامله زي البطاطس البوريه. عجينه ناعمه جدا. آه يعني اقول لكم ايه، قوامها وملمسها ناعم جدا. يعني انا حتى لقيتها فيها شويه ضربتها برضو، يعني تنيك تضربي فيها زي ما بيقولوا كده ايه، لغايه ما بيلاها صحاب. بجد الوصفه دي هتدعولي عليها قوي قوي قوي، لانها بجد يا جماعه اختراع. انا جربتها تحفه، حلوه جدا جدا جدا. وانا ما بنزلكوش اي وصفه الا لما اكون مجرباها وعارفاها كويس قوي، وعارفه نتيجتها ايه. كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها. بص بقت عجينه عامله معايا ازاي. بجد يا جماعه مش هتندمي انك هتعمليها. قشر الليمون احنا كده كده بنرميه، وقشر الاستفندي او البرتقال احنا كده كده بنرميه. بنلاقي ليمون بايظ عندنا في التلاجة بنرميه. لا، كيس وحطي في الفريزر، بجد هتستفادي منه جدا جدا جدا. بصوا بقى الكميه بتاعتي كلها خلصت اهي ما شاء الله. الكيس دوت عمل لي كميه كبيره جدا. دلوقتي هبدا اجيب معلقتين كربوناتو. الكربوناتو ده احنا بنجيبه من عند العطار يا جماعه. ابدا اجيب بقى 3 معالق كربوناتو كده واضيفهم واقلب. ما تحطيش الخل مع الكربوناتو عشان ما يفورش جامد معاكي. يعني لو حطيتي الخل دلوقتي في المرحله دي هتلاقيه فار كده واتدلق منك. لا، احنا نبدا ان احنا نحط الكربوناتو بتاعنا دلوقتي ونقلب اول تقليبه. تمام. هو انت بتقلبيه، هي الشاشه مش موضحه قوي او الكاميرا مش موضحه قوي، وانت بتقلبيه هو عمال يفور ويعلى. يعني بصوا انتوا تحسوا معايا ان قوامه بيعلى ازاي. شايفين شكله. هبدأ بعد كده اضيف الخل تدريجيا لغاية ما تعملي القوام اللي انت عايزاه ومحتاجاه. يعني انا لقيته عمال يفور برضو، عمالة اقلبه عشان انا عايزاه يهدى. مش عايزة الفوران بتاعه يعلى قوي، وبص الاقيه ان هو فار مني وملحقتش ان انا ايه اسيطر عليه. تمام تمام. دي وصفة يا جماعة حلوة قوي 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 برضو. انا ما قلتلكوش انا هستخدمها في ايه عشان تتابعوا الفيديو للاخر. متنسوش يا جماعه تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. بصوا بقى ابدا ان انا اضيف الخل تدريجيا حبه بحبه لغايه القوام اللي انا محتاجاه. تمام.
انت بقى اللي انت عايزاه تمام اعمليه لغايه ما تلاقي القوام بتاعك بقى قوام مناسب، بقت عجينه حلوه جدا جدا. تبدا بعد كده تمام. احنا هنقف لغايه كده. بس انا تقريبا خدت كتير قوي من الخل دوت، تقريبا خدت يعني الازازه كان فاضل فيها حاجات بسيطه، ولو كنت ضفت بقيه الازازه ما كانش هيبقى فيها اي مشكله. ما تقلقيش من ريحه الخل، لان الليمون والبرتقال عاملين ميكس حلوه جدا جدا، مخلين الريحه تحفه. فالخل مهما تحطي منه ما تقلقيش مش هيبقى ظاهر ريحه الخل، لان في ناس بتتاذى وبتتضايق من ريحه الخل. بقولك يا ستي الكل ما تقلقيش. بصوا بوريكم قوامها عامل ازاي. بصوا، احنا بقى هنستخدم العجينه الجميله التحفه دي في ايه؟ العجينه دي يا جماعه انا هستخدمها في التنظيفات. يعني بعد ما بتعمليها انا بحتفظ بيها في الفريزر، وجزء منه بخليه في التلاجة جنب ايديا. لازم تحطيها في الفريزر او في التلاجة عشان ما تعملش عفونة معاكي. تمام. ببدأ ان انا اخد منها حتة على الليفة مع الصابون وانا بغسل المواعين. بتخليلك الاستانلس والكوبايات ريحتهم تحفة، والاستانلس بيلمع ويبرق كده. ممكن تغسلي بيها السيراميك، ممكن تغسلي بيها البوتاجازات، اغسلي بيها الحمام. انا ببدأ اعبيها عشان اوريها لكم. للسيراميك والحمام والبوتاجازات. قلت لكم للمواعين. الكاتل بتاعك حطي فيه شويه واضربيهم في قلب حطي شويه، حطي عليهم ميه وحطيهم في قلب الكاتل يغلوا، هيخلي الكاتل بتاعك بيلمع ويبرق. والريحه مش قادره اقول لكم عليها عامله ازاي. عجينه بمكونات طبيعيه، ما فيهاش اي حاجه صناعيه تبوظ لك ايدك او كيماويات او اي حاجه. مكوناتها كلها طبيعيه. وصفه سهله وبسيطه، فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. حلوه جدا جدا وريحتها تحفه. بدات انا عينه البطرمانين دول في الفريزر، والطبق دوت انا استخدمته حطيته في التلاجة. بجد يا جماعه وصفه حلوه جدا. حطي على صابون المواعين، حطي على اي حاجه هتنضفي بيها اي حاجه تخليكي الدنيا بتبرق. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم، واقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.